مرحبا. الحركة الدورانية لجسم صلب حول نقطة ثابتة. الجانب العملي مثال رقم 2. بفرض قضيب OA طوله L يقع على المحور OX في الفراغ بحيث تبقى نهايته O ثابتة، ومعادلات الحركة بدلالة زوايا أولر التالية: بسي تساوي تي، ثيتا تساوي 2 تي، وفاي تساوي الصفر. المطلوب تعيين في الجملة الثابتة طبعا ما يلي: بدنا شعاع الدوران، ومعادلة القاعدة أو مخروط القاعدة، وسرعة نهاية القضيب A. الحل: شعاع الدوران في عندنا علاقة أعطيناها بالنظرية، هي مشتقات زوايا الدوران في أشعة الواحدة، وطبعا استخدمت دساتير التحويل فيما يتعلق بيو، هاي علاقة التحويل، واشتقاق زوايا الدوران بدلتن في العلاقة هاي تبع شعاع الدوران مع التنظيم، طلع معي هاي هو شعاع الدوران في الجملة الثابتة. يعني المركبة هاي بي واحد طبعا اللي 2 كوساين تي، المركبة هاي 2 ساين تي اللي هي كيو واحد، والمركبة ار واحد تساوي الواحد. بالنسبة لمخروط القاعدة عندي أنا من شرط التوازي ما بين شعاع الموضع و شعاع الدوران، في عندي المعادلة التالية: اكس واحد على بي واحد، طبعا بي واحد وكيو واحد وار واحد هن مركبات شعاع الدوران في الجملة الثابتة، واكس واحد وواي واحد وزد واحد هن مركبات نقطة من محور الدوران. تمام، بدلت تبديل، هاي حطيت من المركبات شعاع الدوران. تمام، ومن هالمعادلات هاي طرفين بالوسطين، النسبة الأولى مع النسبة الثالثة، النسبة الثانية مع النسبة الثالثة، حصلت على المعادلتين هدول. هاي اكس واحد تساوي 2 زد 1 كوساين تي، والواي واحد 2 زد 1 بالساين تي. ربعت وجمعت، وصلت إلى معادلة مخروط القاعدة اللي هي اكس واحد مربع زائد واي واحد مربع يساوي 4 زد 1 مربع. بالنسبة لسرعة نهاية القضيب A في الجملة الثابتة O1 X1 Z1، هي رسمت الجملة الثابتة. تمام، هاي 3 محاور، طبعا O تنطبق على O1، وهاي القضيب هياته هاي طوله L، نهايته E هون، وهذا هي ثابتة هون، والزاوية أولر هاي بسي. طبعا أسقطت على المحاور، طلع معي واي واحد بالساين بسي، لأن هون الزاوية هاي تساوي الزاوية هاي هون بالتبادل الداخلي. طبعا يعني إذا بدلت بدال بسي قيمة تي بيطلع معي طبعا الاكس واحد ال كوساين تي، هاي هي هون الاكس واحد هاي هي، والواي واحد هاي هي، طبعا هاي بسي هون صارت مجاور، إذا هاي هي اكس واحد تساوي ال بكوساين تي، واي واحد تساوي ال بساين تي، وزد واحد تساوي الصفر حتما، لانه القضيب وين صاير؟ في المستوى الافقي، ويعني ما له نهايته ما لها احداثيات بالنسبه لزد واحد. السرعه طبعا هي علاقه السرعه، لانها سرعه دورانيه اللي هي شعاع الدوران مضروب بشعاع الموضع. بالنسبه للجمله الثابته هاي وضعت محدد A1 G1 K1 اللي هي أشعة الواحدة، هاي مركبات شعاع الدوران اللي قبل شوي استنتجته، هاي مركبات نهاية القضيب A، هاي هن المركبات قبل شوي هون من خلال الإسقاط، هاي هن طبعا. هذا المحدد أكيد يعني بالنشر والتنظيم نصل إلى مركبات شعاع السرعة في الجملة الثابتة، وهي VA طبعا شعاع المركبة الأولى ناقص ال بالساين تي، المركبة الثانية ناقص ال بالكوساين تي، والمركبة الثالثة صفر، لأنه ما في أصلا حركة على المحور زد، وهو المطلوب. شكرا لحسن الاستماع.